خلينا نبدأ النهاردة بالدوري العام وماذا حدث في انطلاقة بطولة الدوري العام. النهاردة الزمالك بيفقد أول نقطتين بتعادل مع نادي الاتحاد السكندري، وهو منطقي. سوء بداية فترة الإعداد، البداية المتأخرة جدا لدرجة أنه كابتن معتمد جمال اضطر أنه يحط شيكو بانزا في الاحتياطي ونزل بيه في الجزء الأخير من المباراة. الزمالك عمل الشوط الأولاني إلى حد ما جيد، لكن الشوط الثاني معظم الفرص كان نادي الاتحاد السكندري لو بشيء من التركيز كان ممكن خطف المباراه. الزمالك ضيع فرصتين في الشوط الاول وضيع فرصه او اتنين في الشوط الثاني، في المقابل الاتحاد السكندري اضاع 4 إلى 5 فرص. لو اللمسه الاخيره ظبطت كانت ممكن تبقى هدف فوز سواء هنا او هنا يعني. لكن الاتحاد السكندري مع حمزه الجمل الحقيقه عامل مباراه جيده جدا جدا، اداء جيد جدا، اداء رجولي. كل تخيل انه بعد الشوط الاولاني والسيطره الكبيره لنادي الزمالك انه الشوط الثاني هيبقى اكتر هجوم بالنسبه للزمالك، لكن الفرص الاخطر كانت لنادي الاتحاد. يعني رغم الشوط الاولاني ما جالوش ركنيات تقريبا الا واحده او حتى ما جاش، الشوط الثاني جاله 5 ركنيات مقابل 7 لنادي الزمالك. حتى التسديدات اللي على المرمى، احصائيه المباراه 61% استحواذ، ما بيهمنيش قوي وهقول لك ليه دلوقتي وهثبت لك. مقابل 39 للاتحاد، التسديدات 12 زمالك 11 الاتحاد. اللي على المرمى 2 للزمالك 3 للاتحاد. الفرص الخطيرة أعتقد أنها شبه متساوية، يعني ضربات ركنية 7 إلى 5. التسلل على الاتحاد 4 مرات مقابل 2 على الزمالك. يعني المباراة كانت متكافئة، لكنه الحقيقة نادي الزمالك لم يقدم العرض المطلوب. يعني برضو النقطة المضيئة أو اللقطة المضيئة اليوم في المباراة هي جماهير نادي الزمالك اللي تقريبا ملت مدرجاتها بالكامل وبدأ الموسم بمساندة، وحتى بعد نهاية المباراة بالتعادل قعدوا يتكلموا لسه في أمل، خلي عندك أمل وهكذا. يعني مساندة للاعيبة نادي الزمالك، هم حاسين اللي بيدور داخل نادي الزمالك. اللعبة برضو في جزء ما خدش المستحقات. رجل المباراة النهاردة فاز بيها عمر جابر، وكان أنا أعتقد أنه كان في رباعي بيتنافسوا، منهم عمر جابر كان أحسن لاعب في الزمالك، مؤمن عوض اتحاد السكندري عمل مباراة كويسة جدا، وايضا انا شايف محمد مصطفى ميدو ومصطفى ابراهيم من الاتحاد السكندري، الثلاثه كانوا كويسين قوي النهارده وعملوا مباراه جيده. اختبر المهدي سليمان مره وانقذ تسديده، واختبر ايضا صبحي سليمان مره وانقذ تسديده، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف. في المقابل افتتح الدوري العام بمباراه ما بين وادي دجله وزد، وانتهت ايضا بالتعادل السلبي بدون اهداف. المباراه بقى الاخيره دي المباراه اللي غريبه جدا، لانه الاحصائيات هنا عجيبه جدا وغريبه جدا. الاحصائيات وبدايتها بتتكلم على الاستحواذ. المباراه كانت في استاد الاسكندريه. ابو قير للاسمده استحواذه 18%، البنك الاهلي استحواذه 82%. عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه، لانه خسر البنك الاهلي 1-0، اتزحلق المدافع وكمل المهاجم وسجل الهدف الوحيد. اجمالي التسديدات 4 تسديدات لابو قير للاسمده مقابل 30 تسديده للبنك الاهلي. الفرص الخطيره رغم كل ده 1 لابو قير و2 للبنك الاهلي. ركنيات 1 مقابل 9 للبنك الاهلي. حالات التسلل 2 على البنك الاهلي ومفيش على ابو قير للاسمده. اما الهجمات ف 68 لابو قير الاسمده مقابل 96 للبنك الاهلي. دايما بقول لكم يا جماعه الاحصائيات بتبقى خادعه، يعني كان ممكن خطف المباراه. الزمالك ضيع فرصتين في الشوط الاول وضيع فرصه او 2 في الشوط الثاني، في المقابل الاتحاد السكندري اضاع 4 إلى 5 فرص. لو اللمسه الاخيره ظبطت كانت ممكن تبقى هدف فوز سواء هنا او هنا يعني. لكن الاتحاد السكندري مع حمزه الجمل الحقيقه عامل مباراه جيده جدا جدا، اداء جيد جدا، اداء رجولي. كل تخيل انه بعد الشوط الاولاني والسيطره الكبيره لنادي الزمالك انه الشوط الثاني هيبقى اكتر هجوم بالنسبه للزمالك، لكن الفرص الاخطر كانت لنادي الاتحاد. يعني رغم الشوط الاولاني ما جالوش ركنيات تقريبا الا واحده او حتى ما جاش، الشوط الثاني جاله 5 ركنيات مقابل 7 لنادي الزمالك. حتى التسديدات اللي على المرمى، احصائيه المباراه 61% استحواذ، ما بيهمنيش قوي وهقول لك ليه دلوقتي وهثبت لك. مقابل 39 للاتحاد، التسديدات 12 زمالك 11 الاتحاد. اللي على المرمى 2 للزمالك 3 للاتحاد. الفرص الخطيرة أعتقد أنها شبه متساوية، يعني ضربات ركنية 7 إلى 5. التسلل على الاتحاد 4 مرات مقابل 2 على الزمالك. يعني المباراة كانت متكافئة،
لكنه الحقيقه نادي الزمالك لم يقدم العرض المطلوب. يعني برضو النقطه المضيئه او اللقطه المضيئه اليوم في المباراه هي جماهير نادي الزمالك اللي تقريبا ملت مدرجاتها بالكامل وبدأ الموسم بمسانده، وحتى بعد نهايه المباراه بالتعادل قعدوا يتكلموا لسه في امل، خلي عندك امل، وهكذا. يعني مسانده للاعيبه نادي الزمالك، هم حاسين اللي بيدور داخل نادي الزمالك. اللعيبه برضو في جزء ما خدش المستحقات. رجل المباراه النهارده فاز بيها عمر جابر، وكان انا اعتقد انه كان في رباعي بيتنافسوا، منهم عمر جابر كان احسن لاعب في الزمالك، مؤمن عوض اتحاد السكندري عمل مباراه كويسه جدا، وايضا انا شايف محمد مصطفى ميدو ومصطفى ابراهيم من اتحاد السكندري، الثلاثه كانوا كويسين قوي النهارده وعملوا مباراه جيده. اختبر المهدي سليمان مره وانقذ تسديده، واختبر ايضا صبحي سليمان مره وانقذ تسديده، وانتهت المباراه بالتعادل السلبي بدون اهداف. في المقابل افتتح الدوري العام بمباراه ما بين وادي دجله وزد، وانتهت ايضا بالتعادل السلبي بدون اهداف. المباراه بقى الاخيره دي المباراه اللي غريبه جدا، لانه الاحصائيات هنا عجيبه جدا وغريبه جدا. الاحصائيات وبدايتها بتتكلم على الاستحواذ. المباراه كانت في استاد الاسكندريه، ابو قير للاسمده استحواذه 18%، البنك الاهلي استحواذه 82%. عملوا ايه؟ ما عملوش حاجه، لانه خسر البنك الاهلي 1-0، اتزحلق المدافع وكمل المهاجم وسجل الهدف الوحيد. اجمالي التسديدات 4 تسديدات لابو قير للاسمده مقابل 30 تسديده للبنك الاهلي. الفرص الخطيره رغم كل ده 1 لابو قير و2 للبنك الاهلي، ركنيات 1 مقابل 9 للبنك الاهلي، حالات التسلل 2 على البنك الاهلي ومفيش على ابو قير للاسمده. اما الهجمات ف 68 لابو قير الاسمده مقابل 96 للبنك الاهلي. السلام عليكم. هعرض لك لنادي الاتحاد السكندري فقد نقطتين غاليتين امام فريق البليله بعد ما تعادل معاه في استاد القاهره 1-1. حقيقه بكل امانه خساره لنادي الاتحاد في بدايه الدوري، فقد نقطتين مهمين جدا جدا كانوا هيفتتح بيهم مشوار الدوري العام. اداء متميز جدا من نادي الاتحاد السكندري، الحقيقه اهدر فرص كتير، والحقيقه كان يستحق الفوز باكتر من 2-3. حقيقه يعني بكل امانه اتضايقت جدا الاتحاد طلع متعادل، لان الحقيقه كان يستحق الفوز عن جداره واستحقاق. الحظ لا زال يساند فريق الزمالك الشهير بالبليله، وطبعا بعد ما انقذوا من هزيمه قاسيه امام نادي الاتحاد السكندري. طبعا الموسم بدأ بدري، موسم الضحك يعني انا اقصد، مش موسم الدوري، وان شاء الله ربنا ييسر. الموسم بينبئ بكثير من الضحك والمفاجآت الجيدة، هيبقى موسم منعش ان شاء الله باذن الله، وسواء كان في بطولة الدوري او في بطولة افريقيا ان شاء الله. نعدكم بكثير من الموسم الضاحك جدا جدا، فرجاء الناس اللي عندها قلبها ضعيف فابتعدوا عن مشاهدة مباريات الزمالك في الموسم ده، لان انت طبعا هتموت من الضحك لما هتشاهد مباريات الزمالك سواء في بطولة افريقيا او في الدوري العام. حقيقة بكل امانة انا الوحيد اللي بعذره هو معتمد جمال، كابتن معتمد جمال الخلوق المحترم، بعذره جدا جدا. راجل بيلعب تقريبا برجل حمار، وبيقولوا الشطرة بتغزل برجل حمار، لكن طبعا يعني انت لازم يكون حمار يعني عليه القيمة، لكن مش حمار مكسح يعني. فطبعا الحقيقة الراجل مش ما عندوش اي يعني اي شيء يقدر يلعب بيه، لعيبة منهارة بدنيا جدا، ما عنديش اي طموح. الزمالك طبعا في لعيبة مش عارف اذا كانت هتيجي ولا مش هتيجي، زي بزيرة والجفالي وعبد الله السعيد. طبعا الحاج عبد الله السعيد غايب بقاله كام شهر وما اتدربش ولا تدريبه واحده، فبرضه مش تقريبا مش موجود مع معتمد جمال عشان يعتمد عليه. والشوكوبانزا لسه جاي من اجازه رضاعه، فالراجل طبعا يعني هيقطع نفسه، فلسه يعني ما دخلش في جو المباريات. ان شاء الله لما يبدا الزمالك يخش في جو المباريات هنضحك اكتر واكتر باذن الله.